بيبدأ الفيلم بتاعنا بأم بتحكي لبنتها اللي اسمها في عن حارس القمر اللي بياخد منه قطمة، وعشان كده بيبان بالشكل اللي احنا بنشوفه. ولكن في ملكة اسمها تشانجا بتزعقله انه ما يعملش كده، وعشان كده اوقات بيكون مكتمل. وبتحكي لها مامتها اكتر عن تشانجا وانها كانت بتحب محارب اسمه هوي، ولكنها شربت خلطة مسحورة وساعتها بتنكسر القلادة بتاعتها لنصين وبتطلع هي على القمر، اما هوي بيموت على الارض. وبتكون تشانجا عايشة فوق لوحدها على القمر مع ارنب اسمه جوهر على امل انها في يوم تنزل لهوي، ولكنه اصلا مات من زمان. وتاني يوم بتروح في لمطعم العيلة وبتعلمها مامتها ازاي تعمل بسكوت القمر اللي هما مشهورين بيه، وبيقضوا وقت حلو مع بعض وبيستمتعوا جدا. وبيكون البسكوت معروف في القرية وإن كل اللي بيشم ريحته بيروح يشتروا على طول. ومع الوقت فيه بتكون كبرت وبتتعلم البسكوت وبتساعدهم في المطعم، وبيبان على مامتها التعب الشديد. وفي ليلة رغم تعبها وإنها عارفة إنها خلاص هتموت بتدي فيه أرنوبة صغيرة، وبنعرف إن مامتها خلاص ماتت وبتودعها هي وباباها. وبعد مرور 4 سنين بنشوف فيه اللي عمرها ما نسيت مامتها وبتكون مفتقداها جدا. وفي يوم عيد القمر بتساعد باباها في المطعم لأن بيكون فيه زباين كتيرة جدا، وبيقول لها إن العيلة كلها هتكون متجمعة النهاردة بالليل، وبتوصل الطلبات لكل واحد. وفي الآخر بتروح لعمال القطر وبتقول لهم إن القطر ده هينطلق بسرعة رهيبة وده بفضل الانزلاق المغناطيسي، وبتكون منبهرة بيه جدا. وبالليل بترجع في البيت وبتلاقي باباها جايب بلح أحمر عشان هيغير وصفة بسكوت القمر ويحطه فيه، وبيقول لها إن دي وصفة زونج وبيعرفها عليها. وبتفرح زونج لما بتشوفها ولكنها بتوقع البلح بالغلط، وبتستغرب في لما بتلاقي والدها لمس ايد زونج وبتقول لهم انها هتمشي. وساعتها باباها بياخد زونج وبيفرجها على المكان، وفجأة بيظهر لها ولد صغير وبينط عليها وبيعرفها على الضفدع وبتمسكه وبتدوله في الاخر وبتسأله هو مين. بيقول لها ان اسمه تشين وان مامته تكون زونج، وبيبان عليه انه شقي جدا. وبيقول لها انه واخد المركز الرابع في البينج بونج، وبيتحداها انه يعرف يعدي من الحيطة ولكنه بيخبط فيها، وبيكون مفكر ان جزء من جسمه دخل جوه فعلا. وبتفكر فيه انه مجنون وبتاخد أرنوبة وبتروح لباباها تحكي له عن الولد، فباباها بيطلب منها تديله فرصة وبيقول لها ان مامته لطيفة جدا، وبيسألها لو هي بتحس بالوحدة ولكنها بتقوله لأ طول ما هو معاها. فبيزعل باباها لأنه بيكون حاسس بالوحدة، وده بسبب انه من غير زوجته بقاله 4 سنين ولسه هيتكلم مع في عن اللي عايز يعمله. ولكن فجأة بيوصل عمات في وبيسلموا عليها وبتكون سعيدة جدا بوجودهم، وبيبدأوا يحضروا الأكل مع بعض. وزونج بتكون موجودة وبتحاول تقرب من في ولكنها بتتجاهلها ومش بتديها فرصة تتكلم معاها. وبعد لما العشاء بيجهز بيتجمعوا كلهم، وبتلاحظ في ان زونج قعدت جنب باباها وبتتضايق جدا من علاقتهم. وبعد كده بيبدأ عماد في يتكلموا عن أسطورة تشانجا وبيقولوا انها كانت قاصدة تسيب بوي هنا وتعيش هي لوحدها فوق، وبيكونوا مش مصدقين الأسطورة دي أصلا. ولكن في بتدافع عنها وبتقول لهم انها حقيقة وهي متعصبة جدا، وبسبب عصبيتها وقعت الشوربة على باباها وبيزعق لها. وبتلاحظ ان باباها هو كمان مش مصدق وجودها، فبتزعل وبتسيبهم وبتمشي. ولما بتدخل جوه بتقابل تشين وبتقوله يمشي من قدامها دلوقتي، ولكنه بيقولها انها لازم تتعود على وجوده وكمان خلاص هيبقوا اخوات، وده لان مامتها وباباها هيتجوزوا ومش بتتقبل في كلام. وفي الوقت ده بتيجي زونج وبتديها بسكوت قمر بتاع العيلة وبتقول لها انها شوية وهتتعود على تشين. وبعدها بتدخل في اوضتها وبتكون متعصبة جدا من زونج ومش حابة وجودها، بتتمنى كل حاجة ترجع زي الأول. وبتفكر إن لو باباها صدق قصة تشانجا هيفتكر مامتها وكده مش هيتجوز زونج. وبتشوف ضوء القمر وفجأة أرنوبة بتنط من الشباك وبتجري في وراها على طول لحد لما بتوصل للمكان اللي كانوا بيتجمعوا فيه هي ومامتها وباباها. بتتمنى لو تلاقي حل عشان تثبت وجود تشانجا لباباها. والصبح بتفكر إنها خلاص لازم تعمل صاروخ عشان توصل بيه للقمر. تبدأ تبحث كتير وطول الليل والنهار وهي بتحاول تلاقي حل عشان تعمل الصاروخ وينجح، وبتطلب من باباها شوية حاجات تساعدها في عمل الصاروخ بحجة انه مشروع العلوم عندهم في المدرسة. وبتجرب اول محاولة ليها ولكنها بتفشل، وبتفضل تجرب كتير وللأسف كل مرة برضو بيفشل. وفي يوم في المدرسة بتلاحظ صورة الصاروخ والقطر المغناطيسي وبيجيلها فكرة وهي انها لازم تعمل الصاروخ بنفس طريقة القطر عشان يقدر يطير لفوق. وبتبدأ فعلا في التجهيزات بتاعته وبتكون خلاص نجحت في تجهيزه، وبتحطه على مغناطيس في الأرض جنب القطر وبتاخد أرنوبة وبتبدأ تشغله وفعلا بيشتغل وبيقدر يطلع بيها فوق. وخلاص بتكون قربت من القمر ولكن الصاروخ بيرجع تاني، وفجأة بيطلع تشين اللي بنعرف انه كان مستخبي معاها في الصاروخ وبيكون هو السبب في كل ده لانها مش عامله حساب وزنه الزياده. فجأة بيظهر ضوء من القمر وبيقدر يطلع الصاروخ تاني لفوق، وبيظهر 2 من التنانين وبيخبطوا الصاروخ وبيقع على سطح القمر وبيتدمر على الاخر. وبعدين بيجي التنانين دي وبياخدوهم هما الاتنين لعالم شكله غريب عليهم، وفي بتكون متفاجئة جدا من المنظر. ولما بيوصلوا بيجيلهم 3 من بسكوت القمر بيتكلموا
بيتكلموا معاهم وبيوصلوهم للملكة وبيقولوا لفي إنها مستنياه من زمان. وبتظهر تشانجا اللي بتبدأ تغني وبتجمع حواليها كائنات كتير فجأة، وبتتفاجئ في لما بتشوفها بتغني وبيكون شكلها مبهر جدا. وبعد لما بتخلص غنى بتفرح في جدا وبتروح تحضنها، وتشانجا بتتريق على قصة شعرها الغريبة وبتقولها تقدر دلوقتي تديها الهدية. وبتستغرب في من طلبها ومش بتبقى فاهمة هدية ايه، وبتقولها انها متأسفة عشان ما جابتلهاش هدية وانها اصلا جاية هنا عشان تتصور معاها وتثبت لباباها وجودها. وساعتها بتوافق تتصور معاها وبتطلع الصورة فعلا، ولكن مش بترضى تديها لها لحد لما تجيب لها الهدية الأول. وفي مش بتكون عارفة هدية ايه، ولكن الملكة بتتجاهلها وبتطلب من الموجودين كلهم ان اللي هيقدر يجيب ليها الهدية هتحقق له الأمنية بتاعته. أما في لو قدرت تجيبها هتديها الصورة في المقابل. وساعتها بتجري في على طول عشان تشوف هدية ايه. تشانجا بتقول لجوهر انه يجهز المشروب السحري بتاعه عشان تقدر ترجع هوي بعد الهدية. أما تشين بيحاول يساعد في ولكنها بتزعقله وبتقوله انه عمره ما هيكون أخوها وبتجرحه بالكلام وبتسيبه وبتمشي. حتى أرنوبة بتزعل عليه وبتروح معاه. وبعدين في بتشوف فراخ معاها موتوسيكلات وبتكون محتاجة حد يوصلها وبتقول لهم انها عارفة مكان الهدية. ساعتها بيوافقوا يساعدوها. وبنروح لتشين اللي بيشوف صورة في وتشانجا وبيقرر انه يساعدها ويسرقها منهم، وده عشان في تحبه وما تزعلش منه. وفي اول محاولة ليه بتظهر تشانجا وبيعرفها بنفسه وانه عايز الصورة، بتأمر انهم ياخدوه غرفة التحقيق. واول لما بيشوف البينج بونج بيدخل على طول. وساعتها الملكة بتتحداه انه لو قدر يكسبها هتديله الصورة، اما لو هي كسبته هيقول لها على مكان الهدية. وفعلا بتبدأ المواجهة بينهم وبتكون الملكة متفوقة عليه في الأول، ولكن في الآخر بيقدر تشين إنه يلعب باحترافية وبتكون آخر كورة ومش بتقدر الملكة تصدها. وساعتها بيكسب تشين ولكنها بتتعصب جدا وبتقفل عليه المكان وبتقوله إنه محدش هيطلع من هنا غير لما يديها الهدية. وبعدين لما بتشوف صورتها هي وهوي بتزعل جدا وبيحاول البسكوت يهديها لأنها لما بتعيط بتنزل نيازك، ولكنها بتفضل تعيط. ولما بيجي جوهر بتحضنه وبتسأله على الوصفة السحرية ولكنه للأسف بيكون لسه مخلصهاش. وبنروح لفي وهي راكبة مع الفراخ وبيظهر نيازك بتقع عليهم، ولكن رغم كده هي بتقرر تكمل الطريق وبتحاول تتفاداها. وفي الآخر بيكون في نيازك كبير جدا وهينزل عليهم، ولكن في بتجري بأقصى سرعة ولما بيصطدم في الأرض بينط للناحية التانية وبتقدر توصل لمكان الصاروخ بتاعها، ولكن طبعا بيكون متدمر على الآخر. وفجأة بيظهر ليها كائن غريب ولابس الخوذة بتاعتها وبيتضح انه شكل الكلب وبيتعرف عليها وبيكون اسمه جوبي. وبيجي الفراخ وبيتريقوا عليه لأنه مطرود من القصر وبيرجعوا يدوروا على الهدية تاني لحد لما في بتشوف العروسة اللي مامتها صنعتها لها وبتفكر ان هي دي الهدية. واول لما بتعرفهم بيجي الفراخ وبيسرقوها منها وبيهربوا، وبتزعل في جدا لانهم خدعوها وبتمشي وراهم. وبيكون معاها جوبي اللي بيقرر انه يساعدها. وبعدين بتشوف ارنوبة وهي بتراقب الارنب جوهر وبتلاقيه بينط في مكانه وبتنط وراه وبتشوفه وهو بيحاول يعمل وصفة سحرية ولكنها بتفشل وبيزعل جدا وكانت لسه هتقع منه. وساعتها بتجري ارنوبة وبتساعده، وبالصدفة بيقع عليها مادة سحرية وبتخلي ودان أرنوبة فيها قوة خارقة وبتفرح بيها جدا وبيبان حبها لجوهر. وبسبب الحب ده بيتولد مادة جديدة وبتقع في الوصفة بالغلط وبيجرب جوهر مرة تانية وفعلا بتنجح الوصفة. وبنرجع لجوبي اللي بيكون من كتر ما كان بيتكلم مع في لسانه بيطول وبيتلف حواليه، ولكن فجأة بتظهر ضفادع عملاقة وبتخاف فيه جدا، ولكن بيجيلها فكرة وساعتها بتسحب لسان جوبي عشان تقدر تطلع على واحد منهم. تعرف انهم كده هيقدروا يروحوا القصر بطريقة أسرع. تسأله في عن سبب طرده من القصر وبيقولها تشانجا طردته بسبب انه غنى لها اغنية، وبتستغرب في من السبب وبتقوله ان مامتها كانت دايما بتقول لها ان تشانجا رقيقة وطيبة. ولكن جوبي بيعرفها لما الانسان بيفقد شخص بيحبه شخصيته بتتغير، وان تشانجا كانت طيبة جدا ولكن اتغيرت بعد موت هوي. ونروح لتشانجا اللي بتكون حزينة انها ممكن ما تقدرش ترجع لهوي تاني، ولكن جوهر بيجي وبيقول لها انه صنع لها الوصفة السحرية وبتفرح جدا. اما في بتكون وصلت القصر وبتشوف الفراخ وبيرمي جوبي لسانه عليهم وبتمسك فيه في، ولكن للأسف العروسة بتقع منهم وبتقع في وراها، ولما بتشوفها بتقدر تمسكها وبالصدفة واحد من الفراخ بيقدر ياخدها منها تاني، ولكنها بتنط عليه وبتمسك الدمية وبتحاول تاخدها وبيقابلهم ضوء تقاطع. وساعتها بتسيبها الفرخة وبيحصل انفجار كبير جدا في المكان، وبيروح جوبي عشان يشوف في وبيلاقيها متعلقة، ولكن للأسف بتكون العروسة اتدمرت وبتزعل في جدا وبتروح تقعد هي وجوبي لوحدهم وبيحاول يواسيها وبيقولها ان معاها بسكوت وورقة في شنطتها ممكن ياكلوهم.
وبيعرف من في إن والدتها توفت وإنها بتعمل كل ده عشان باباها ما يتجوزش، ولكن جوبي بيقول لها إن باباها من حقه يتجوز وإنها لازم تدي فرصة لتشين عشان يبقى أخوها. وبعدين بتاخد في البسكوت وبتاكله، وفجأة بتلاقي قطعة معدنية فيها وبتفترض إن زونجا حاطط الجزء ده في البسكوت عشان تضايقها، وبالصدفة بتلاقي إن الجزء ده بيكمل كل حاجة حواليها، وبتفهم إن ده النص التاني من قلادة الملكة تشانجا وهي دي الهدية الحقيقية. وبتجري بسرعة هي وجوبي عشان يروحوا للملكة، وبنروح لتشين وبيحاول يكسر الباب وفعلا بيقدر يعمل كده، وبتجيله أرنوبة وبيقابله في وبيعرف إنها لقت الهدية وبيفرح جدا. وبعد لما بتطمن عليه بيروحوا كلهم لتشانجا وبتديها في نص القلادة، وبتتبسط تشانجا جدا بيها وبتركب النصين ببعض، وفجأة بيتحول المكان لغابة وبتغني الملكة وبيظهر هوي وبتفرح جدا أول لما بتشوفه، ولكنه بيقولها إنه لازم يمشي وإنها لازم تعيش حياتها وبيودعها، وساعتها بتحزن تشانجا جدا وبيتحول المكان كله لضلمة. وبعدين بنشوف تشانجا وهي في غرفة الحزن الأعظم وبيقولوا لفي إن مفيش حد بيقدر يدخلها، ولكنها بتحاول، والمفاجأة إنها بتقدر تدخل وبتقول لتشانجا إنها جت عشان ترجعها، ولكن فجأة بيظهر خيال من مامتها وهي بتسرحها، وبعدين بتختفي وبتتأثر فيه جدا وبتقعد هي كمان حزينة، وبيحاول تشين يدخل لها لكنه مش بيعرف. وبعدين بتروح لها تشانجا وبتقول لها إن ده مش مكانها وإنها لو فضلت هنا هتفضل وحيدة ولازم تعيش حياتها، وبتعرفها إنها تقدر تحب من تاني عيلتها الجديدة وتتقبلهم، وإن مامتها شايفاها ولو كانت موجودة هتقولها نفس الكلام. وفي الوقت ده بيقدر تشين يدخل وبتحضنه في أول لما بتشوفه وبيتصالحوا. وبعدين بتروح في لتشانجا وبتقولها إن هي كمان لازم تتحرر من الحزن ده وإن حواليها ناس كتير بتحبها، وبتتجمع الكائنات كلها وبتتأثر تشانجا جدا والمكان بينور من جديد والكل بيرحب برجوعها. وفي الآخر بتودعهم فيه وبيجي وقت أرنوب عشان تمشي، وبتلاحظ فيه إنها بتحب جوهر وبتقولها إنها تقدر تفضل هنا معاه، وبتفرح أرنوبة جدا وبتودعها وبتروح، وبتدي تشانجا الصورة لفي وبتحضنها قبل لما تمشي. وبيرجع تشين وفي ولكن وهم في السما بتتحرق الصورة، وبعدين بيوصلوا للأرض مع بعض وبيكون والدها مستنيها. ومع الوقت بنشوف إن باباها اتجوز زونج وعلاقتهم كلهم بقت حلوة جدا، وفي تقبلت وجود العيلة الجديدة واتجمعوا كلهم تاني. وبكده يكون خلص الفيلم بتاعنا، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، واكتبلي في الكومنت حابب ألخصلك فيلم ايه المرة الجاية.